السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم شوية كوزينتي. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم اللوبيا البيضاء. الطريقة ديالي في تقديم اللوبيا البيضاء لهذا الغرض هذا ان شاء الله غنحتاجوا الكمية ديال اللوبيا البيضاء اللي غتكفي العائلة ديالكم كيف ما كتشوفوا. غنحتاجوا هنايا كذلك واحد البصلة، جوج الريوس ديال الثومة. هنا انا استعملت 3 المطيشات وشوية الربيع كيف ما كتشوفوا، يعني على حسب الكمية اللي بغيتو. هنا عندي واحد شوية ديال اللحم، ماشي اللحم بالحق فيما كنتقدر اللحم باش نبغي نطيبوه في الطاجين ديالي، كنقص منه داك الاطراف اللي كتكون فيهم الشحمه ولا العظيمات وداكشي اللي ما كيعجبونيش في الطاجين، كنقصهم وكنطيبهم مع اللوبيا البيضاء ولا مع العدس. ندوزو دابا الطريقه ديال هاد الطهي ديال اللوبيا ديالنا، وتبعوا معايا المراحل ان شاء الله. اول حاجه غنقوموا بها هي انني غناخذ مطيشه ديالي. ها هي انا ما حيدش لها الجلفه لان هاد المطيشه طيبه كيف ما كنقولوا رطبه بزاف. الا كنت المطيشه ديالكم قاصحه بغيتو تحيدوا لها الجلفه حيدوها، انا خليتها بها. هنا انا درت 3 المطيشات صغار، زدت عليهم 4 الفصوص ديال الثوم. هنا بصله وحده صغيره غنضيف عليهم هاد شويه ديال الربيع اللي عندي هنايا. انا جبتهم من المجمد، يعني على هذا كيبان لكم راه فحال ما هكا. غادي نزيد عليهم شويه تحميره، شويه الخرقوم، شويه السكينجبير، شويه البزار، شويه الملحه. غنضيف واحد الكميه ديال الماء فين غيتطحن هذا الشيء، حساب واحد 3 الكيسان بحال هكا غير فاش نطحنوا. صافي نشعل على الخليط ديالي تطحن. غادي ناخذ الطنجره ديالي اللي غادي نطيب فيها اللوبيا، غندير فيها هاد الخليط هذا اللي شفتوه انا طحنته كاملين، طحنت العناصر كامله. دابا غادي باش نزيد نضيف عليهم الماء، نزيد واحد الكميه ديال الماء فين غترقد هاد اللوبيا ديالي. غنزيد الماء هكا. دابا غادي نضيف الكميه ديال القطع ديال اللحم اللي انا قطعتهم بحال ما هكايا طريفات كيف ما كتشوفوا. اللحم ماشي ضروري الكميه ديالو شنو، غير باش كيعطينا البنه. غنديرهم انا في الكوكوط ديالي هكا. وهنا عندي انا اللوبيا اللي كيف ما كتشوفوا انا سبق لي غسلتها مزيان وسقطرتها. غنضيف عليهم الزيت. انا غنستعمل النص ديال الروميه والنص حسب واحد نص كاس مخلط ما بين الروميه والبلديه. صافي كيف ما كتشوفوها مع اللوبيا ديالنا رقدناها وسط القامه. الغرض من هذه الطريقه هذه عندنا كنربحوا جوج حوايج. الحاجه الاولى هو اننا كنربحوا الوقت، نقوموا بهذه العمليه هذه في الليل، وفي الصباح غير كنجيو كنشعلوا على الكوكوط ديالنا. والحاجه الثانيه اللي كنربحوا شنو هي عاوتاني، هو ان اللوبيا في العوض ما تشرب الماء بوحديتو، هنا كتشرب لقامه وكتنفخ بديك اللقامه اللي رقدتيها فيها. يعني هنايا كتخليها حتى الصباح في شي بلايصه بارده ولا في الثلاجه ولا على برا فما، يعني ماشي مشكل، ما يوقع لها حتى شي حاجه. في الصباح غير كتنوضي وكتشعلي عليها وكتربحي بزاف الوقت. بزاف انا مجرباها ومعوده مجرباها، يعني طريقه هائله وبزاف. اللي بغى يزيد صوص طوماط اللي كتباع يزيدها، اللي بغى مطيشه الحك يزيدها، اللي ما بغاش انا يعني كنكتفي بهذه المطيشه اللي استعملت. كاينين الناس اللي كيبغيو صوص طوماط، ممكن انكم تستعملوا صوص طوماط، علاش لا. ودابا ان شاء الله نخليو الكاميله ديالنا حتى الصباح كترقد في هاد الاقامه هادي، يعني ماشي في الماء بوحدو، كترقد في الاقامه اللي غطيب فيها. غادي غير نجيو نشعلو على الكوكوط. الا بان لك في الصباح بانك خاصك تزيدي شويه الماء زيديه، بان لك ان الماء اللي غادي يترقد فيه باقي زايد على شويه الماء اخر، يعني فين طيب ماشي مشكل. المهم غدا ان شاء الله ملي نطيبوا اللوبيا ديالنا نتلاقاو ونشوفوها كيفاش غتجي.
بعد ما خلينا اللوبيا ديالنا مرقده الليله كامله في الاقامه ديالها مع داك الطريفات ديال اللحم، نضت انا في الصباح، شعلت عليها البوطه، درت ليها عافيه رهيفه بزاف، ما كنجهدش عليها العافيه باش كطيب كلها في قياس واحد. نقص عليها البوطه، يعني ما داتش الوقت بزاف، ما كاملاش واحد الساعه، يعني على حسب نوعيه اللوبيا اللي عندكم. انا قدمتها على هاد الطريقه هذه، كما امكم ممكن تقدموها في اطباق فرديه. نتمنى الطريقه ديالي اللي صوت بها هاد اللوبيا تعجبكم، وإلا عجباتكم خليو لايك وخليو التعاليق ديالكم، وشكرا لكم على المتابعه ديالكم قناه هوات كوزينتي.